نادي الزمالك وجماهيره بيقولوا ان النادي الاهلي هو سبب مشاكل وخراب الرياضه في مصر. مبدئيا كده هنبدا من اخر حته، وهي المنتخبات والمدربين اللي بيدربوا اللي كلهم زملكاويه، اخرهم حلمي طولان والفشل اللي شفناه، وواحد زي اسامه نبيه وقبله الكاس، وقبلهم قبل كده كان الكابتن ايمن عبد العزيز 10% تكتيك. كل دول زملكاويه، اللي بيختارهم هو مجلس اتحاد كوره زملكاوي ووزير رياضه زملكاوي، فبيجيبوهم وهم ناس ما اشتغلتش في انديه اصلا قبل كده، بس عشان زملكاويه اصحابهم وحبايبهم بيجيبوهم ياكلوا عيش على قفا البلد وعلى قفا المسؤولين وعلى قفا الجمهور عادي جدا. فبالتالي كمان المسؤولين اللي بنتكلم عنهم دول اللي هم بيقولوا ان هم بيسندوا الاهلي او بيدعموا الاهلي على حساب المنتخبات، هنشوف وزير رياضه زملكاوي، واللي قبله زملكاوي خالد عبد العزيز، واللي قبله هترجع بقى زي ما ترجع هتلاقي زملكاويه. غير كده كمان رئيس اتحاد الكوره زملكاوي، واللي قبله جمال علام زملكاوي، وواحد زي الجناني زملكاوي. غير كده رئيس اللجنه الاولمبيه زملكاوي، رئيس لجنه المنشطات في مصر زملكاوي. انت بتتكلم عن كل حد في الدنيا زملكاوي. وترجع بقى رئيس الحكومه نفسه اللي هو مصطفى مدبولي زملكاوي، وكان لعيب سابق كره يد في نادي الزمالك. يعني انا بجمع لك بس دول كلهم عشان نشوف القرارات بتاعت بعد كده بتطلع شكلها ازاي. وبالتالي هتبص تلاقي النادي الاهلي من ناحيه المنتخبات اللي بيقولوا ان هو جه على الكره المصريه والمنتخبات، النادي الاهلي اكتر نادي بيدي لعيبته للمنتخبات. وشفنا قبل كده في كاس العالم لما راح لاعب مونتيري من غير 9 لعيبه تقريبا، والهلال السعودي كمان ده كان عشان المنتخب. غير كده كمان تبص تلاقي بيراميدز ما اداش لعيبته المنتخب في البطوله العربيه دي، وقبل كده في نفس التوقيت ده نادي الزمالك ما اداش لعيبته، او بمعنى اصح سحب اللعيبه من قلب معسكر المنتخب ايام فيتوريا وحازم امام عشان يلعبوا ماتش ودي قدام الهلال السعودي وفي بطوله او مباراه كاس لوسيل، افتتاح استاد لوسيل. انت بتتكلم عن ان كل المنظومه هنا ضد النادي الاهلي. هتبص تلاقي اخفاء خطابات ضد النادي الاهلي زي ما حصل في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا لما اخفوها لمصلحه نادي مغربي، نادي الوداد المغربي، مش نادي مصري اصلا. يعني انت بتتكلم الناس دي بتكره الاهلي حتى على حساب اي حد. وبالتالي كمان نفس الواقع حصلت في اخفاء خطابات لنادي الزمالك، لكن ايقافات القيد. لما بيتوقف له قيد قال لك اخفي الخطاب لحد ما نسجل اللعيبه، وبعد ما نسجل اللعيبه اعمل اللي انت عايز تعمله، مش مشكله طلع الخطاب عادي جدا. عشان كده الفيفا بدات تنزل ايقافات القيد على السيستم وعلى الموقع بتاعها. وبالتالي كمان هتبص تلاقي عندك فلوس ضد او على نادي الزمالك لاتحاد الكوره قرب ال 80 مليون جنيه بيسجلهم لعيبه عادي وهم عليهم ديون. في نفس الوقت لما الاهلي جه يسجل كهرباء قال له عليك 3 مليون جنيه لازم تسجلهم. دي كلها المنظومه ودي كلها الناس اللي ليها فلوس عندنا الزمالك او بتدعم النادي الاهلي على حساب المنتخبات. شوف الدنيا ماشيه ازاي. في نفس الوقت كمان هتلاقي عندك الميه والغاز والكهرباء عليهم فلوس فيها، والضرايب والتامينات، وهنا الحكومه سايبه حقها. اي حد ما بياخدش حقه ضد نادي الزمالك جوه مصر، اما بره مصر بتاخد حقك لان الفيفا ما فيهاش زملكاويه. عشان كده اللعيبه الاجانب بس اللي بتاخد حقها ضد نادي الزمالك. ويجي بقى واحد يرد علينا ويقول لك ده الارض اتسحبت مننا، ده الاهلي ومش الاهلي، والنادي الدوله ومش الدوله، او الدوله ضد الزمالك. انا احب اقول لك بس ان الارض اتسحبت بناء على التخصيص من ناحيه، وده قرار ممكن يتعاد، عشان كده هيرجع لك ارض بديله. اما الارض دي لا، ليه؟ عشان عليك تحقيقات في النيابه، في ناس سارقه فلوس وفي فساد مالي واداري، الناس دي هتحبس. فهنا القرار الاداري حاجه وحكم المحكمه او قرار النيابه ده شيء تاني ما ينفعش يترد عليه. عشان كده تخش على المجالس، الحته بتاعت مجالس الاداره ليه بتتحل في نادي الزمالك وما بتتحلش في النادي الاهلي، او لو اتحلت بيتعين نفس المجلس او لان بالنسبه لمجالس اداره نادي الزمالك كل الحل فيها بيبقى عن طريق حكم محكمه، طعون من مرتضى منصور وممدوح عباس، فبيتحل المجلس ده حكم محكمه ما ينفعش يتلغي الا بحكم محكمه تاني. اما النادي الاهلي قرارات اداريه من وزير يجوز الغائها، وخصوصا لو كان وزير زي طاهر ابو زيد خد القرار في فتره اسمها فتره الريبه. فتره الريبه كان فاضل 5 أو 6 ايام على تعديل وزاري وهو هيمشي او مش هيمشي، فبتاخدش قرار في الوقت ده. وبالتالي هو خد القرار في الوقت ده عشان كان في خلافات شخصيه بينه وبين حسن حمدي والخطيب. اخر حاجه احب اقولها لك هو ان النادي الاهلي بيحرج الزمالك بانجازاته، وبيحرج الكوره في مصر والمسؤولين عن المنتخبات بانجازاته، بان المسؤولين دول لما بيتسالوا انت فين انجازاتك، انت فاشل في المنتخبات بتخسروا ليه، فيبدا يقول لك انا ما عنديش لعيبه، انا دي القماشه اللي عندنا، ودي الكلمه اللي احنا عارفينها على طول وحافظينها على طول. فيترد عليهم عندك النادي الاهلي شوفوا بيجيب لعيبه منين ونجاحاته وانجازاته جايه منين. فبالتالي الناس دي لازم تكرهك لانك انت اي مبرر بيحطوه انت بتنسفه قدامهم في لحظه. عشان كده وجود الاهلي في مصر مضايق ناس كتير.